في إطار الجهود المشتركة والتنسيق الأمني المتواصل بين المغرب وإسبانيا، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالتعاون مع المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك خلية إرهابية خطيرة موالية لتنظيم داعش بالساحل. تتكون هذه الخلية من 9 عناصر إرهابية، 3 منهم ينشطون في تطوان والفنيدق، بينما يتوزع الباقون بين مدريد وإيبيزا وسبتة. خلال عمليات التفتيش تم حجز أسلحة بيضاء ومعدات إلكترونية سيتم إخضاعها لتحليل دقيق لتحديد أهدافها واستخداماتها. التحقيقات الأولية كشفت عن مخططات خطيرة كانت تعمل عليها هذه الخلية. العناصر الموقوفة وبينهم سجناء سابقون في قضايا الإرهاب بإسبانيا كانوا يروجون لفكر داعش ويعقدون لقاءات سرية للتخطيط لأعمال إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة. وتم وضع الأشخاص الموقوفين بتطوان والفنيدق تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك للوقوف على ارتباطاتهم الداخلية والخارجية، وكذا تحديد مستوى تورطهم في إطار المشاريع الإرهابية المخطط لها من طرف أعضاء هذه الخلية. هذا الإنجاز الأمني يعكس الدور الريادي للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ليس فقط في حماية أمن المغرب الداخلية، بل أيضاً في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي. فمن خلال تعاون وثيق مع الشركاء الدوليين، أصبحت الأجهزة الأمنية المغربية نموذجاً يحتذى به في مكافحة الإرهاب.